بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هلا بدنا نساوي نحن قلب ثلاثي. هلا هاي قلب ثنائي، يعني بنرسم قلبين جنب بعضهم. هاي واحد وش وهي اثنين. وقت بدنا نساوي قلب ثلاثي بدنا نرسم مو قلبين جنب بعضهم، بدنا نرسم ثلاثة. طلع بالدفتر على شي رسمة مثلا مثل هلا بدي اساوي انا قلب من جنبين بس، هي وش وهي وش، برسم الوشين. اما بدي اساوي قلب ثلاثي بدي ارسم واحدة تنتين ثلاثة، نرسم الرسمة ثلاث قلوب. طيب انا اذا بدي كبر ما في ورقة تسع، اذا انا بدي كبر ما في ورقة تسع. انا شوف شلون هون بيشتغل. مثلا انا هون عندي قلب واحد بس سويته كبير ما بتسع الصفحة، لزقت هاد اللون. طبعا بدك تلزق يكون الخط مساوية الخط تمام، شايفين الخطوط؟ الخط مساوية الخط تمام عشان ما تخربط بالتربيع. حطيت لزقت لزيقة هون، وقت اللي بقلب الصفحة هيك شايفين هذا المربع طلع حاله وهذا المربع لحاله. هذا المربع ورقة هاي ثانية، هاي الورقة الأولانية، بس الخط هاد نفسه، الخطوط هدلول نفس الخط، شايفين؟ مشان ما يتخربط. فأنا بدي أساوي قلب ثلاثي بدي أساوي صفحة كبيرة تسع واحد اثنين ثلاثة. بدك أكتر من هيك تكبر بتوصل وراء قد ما بدك. هلا حاليا نحن رح نشتغل نحن للدرس، يعني ما رح أنا أكبره كتير. سويت أنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. انتبهوا على طريقة الرسم. أنا أغلى أكتر المتابعين بيسألوني عن الرسم أو بيسألوني عندك رسمات؟ يا أخي أنا والله ما عندي رسمات. كثير في عالم بيبعتوا لي بعت لنا رسمات، والله أنا ما عندي. كان عندي كام رسمة نزلتهم على مجموعة الفيس ولغيت مجموعة الفيس. يعني طلع خلق من الفيس العنصري، أي شيء بتحكي على غزة بيمحيه بيعمل، يعني كثير عنصري. فلذلك كرهت الفيس ولغيت مجموعة الفيس لأنه عنصري جدا. وراحوا الرسمات بمجموعة الفيس، ما عاد عندي رسمات. هي الناحية الثانية أنا هذا الدفتر بس خلاص بكبه، ما إنه عندي والله محتفظ بالأوراق. فهلا هون سويت أنا سبعة، هاي نازلة ثلاثة، وهاي هون نزلة اثنين، هاي وحدة هاي اثنين. طبعا بده يكون الرسمة قد بعضها تمام، القلب قد أخوه. هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هلا عاد سويت هاي خمسة وهي خمسة، بنزل فيهم بلون هدلول زوايا. ضل بحط هيك نقط زوايا مشان اعرف ما خربط لمنتصف لوصل على سوية هاي تمام لهون. هاي المنتصف، هاي سوية هاي، بس وصلنا المنتصف خلاص لونتها. نطلع بهاي. لازم اذا ما كان عندي غلط بالرسمة يلتقوا مع الرسمة بدايتها، شايفين؟ يلتقوا مع بداية الرسمة بعدين بلونها. قد هاد تمام برسمه هون وهون مشان ما خربت. مقابله تمام، مقابله تمام. هاي رسمت الجنب تبع القلب، برسم القلب. هاي وحدة هاي تنتين، مثل ما وشغل هون تنتين بتطلع هون وبرسم عفوا، بتطلع هون وبرسم. هدلول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، معناتها هون عندي قديش هدلول؟ سبعة. هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لهون. نزلنا بوحدة تنتين، طلعنا واحدة تنتين، هون سبعة تانيات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. نزلنا واحدة تنتين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هاي القلب الثاني، شايفين؟ هاي القلب الثاني.
كملوا الرسم ومنتابع ان شاء الله. هلا بعد ما انه خلصنا هاي وجه 2 3. طبعا انا لو بدي اساوي لوزة عين، ما بعرف اذا في عندي موجود. والله ما، لو عندي عين كنت اجيبكم اياها، ما عندي. لو بدي اساوي انا عين كمان نفس الشي. هي وش، هي 2 اذا كانت شكلها وشين، 3 بدنا نساوي 3 اوجه، اذا كمان بدنا نسويها 4 نفس الشي، يعني كمان 4 بنرسم 4 قلوب جنب بعضهم نفس القياس. اذا بدنا نسويها 4 وجوه بتصير 4 وجوه، بتصير ب2، بتصير ب3، بتصير ب4، بتصير ب6، قد ما بتكون بتكبروها. هلا بالنسبة للدناديش هدول، بالنسبة لهذا هاي الدناديش بالعادة احنا بنبلش من هون. اللون الاحمر هو دندوشة، باول هي دندوشة. هون عنا على عدد هدول دناديش. هون بنشتغل قطب فاضية، يا بنحط فيها خرز، يا قطب فاضية يا 3 خرزات. هون يا قطب فاضية يا 3 خرزات، يكونوا لون غير لون الشكلي. هاد اللون الأحمر، وين في لون أحمر هي دندوشة. دندوشة من فوق بتكون كبيرة، من تحت بتصغر. هاي الدناديش الفوائني، يعني عمليا شغلة مثل شغل القلب الثنائي، بس بالتسكيرة من فوق بتختلف. بالتسكيرة من فوق تختلف. بعد كل راس دور هون، هذا العلم اسمه راس الدور، يعني بعد كل راس الدور في عنا دندوشة. حطيت دنديش من هون بين هاي وهي، يعني هون ما بدها. هلا انا خربطت هي، حطيت هون ما بدها. هون ما في دندوشة، بس من فوق. هون كمان على الداير دنديش. طبعا هاي الدندوشة لهذا القلب. واللي يعني هيك بس يعني بيصفن بالرسمة شوي وبيعرف ترتيب الرسم شلون، معناتها بتهون عليه القصة كتير مو شوي. اللي بيعرف ترتيب الرسم شلون بتهون عليه القصة كتير مو شوي. فهلا رح اقول لكم على شغلة معينة ترتيب بس لخلص تعليم هدول. هاي القلب افاد درب هذا الدنديش. هاي القلب افا هذا الدرب دنديش. هاي القلب افا من فوق وافا هيك هذا القلب دنديش. هاي القلب افا من هون هيك دنديش. هلا هذا وصل بهون، هون ما في دنديش. عرفت شلون؟ هون ما في دنديش. هاد انوصل بهون، يعني هاد القلب نهايته هاي دندوشته. القلب الثاني قلبناه هيك، هاي هون دندوشه تبع هذا القلب اللي هي. بلشنا هون ما في دندوشه. هون دندوشه هاي، قلبنا هيك القلب اللي بعده ما في دندوشه. عرفت شلون؟ هلا هون ما في وحده، يعني قبله ما في، بعده، اما قبل ما في. وهون وحده. هون هون دندوشه وحده فقط لا غير. من اخر شيء هون دندوشه وحده. هلا كابتداء لا تحطوا هدول التنتين، هدول الدندوشتين لا تحطوهم، هي وهي لا تحطوهم، بس وحده، بس وحده. وقت النسج بنقول لكم شو وضع هدول الدنديش تحاتنا ان شاء الله. هلا انا هون شو بدي اكتب؟ قلم رصاص. هون انا شو بدي اكتب؟ انا مثلا بالنسبه لي مثلا هلا هاي كلمه الابو، شايفين؟ يعني كل الشكلات كلمه ابو بتكون تحت. شايفين؟ كلمه الابو بتكون تحت. يفضل
هون مثلا أنا هلا هون 1 2 3، هاي 3 هيك، 1 وهي 2 وهاي 3 3 3 3. هلا هيك 2 هيك 2 هيك 3. هاي كلمة الأبو. هلا أنا عم فكر ساوي رسمات الأساسية، رسمات الأساسية، واطبعها على ارسمها على اوراق، واطبعها بملف PDF. بصير الواحد بفوت على حيا مطبعة، بصير بفوت على حيا الله مطبعة وبيطبعون. دفتر نظامي، كورس نظامي، كتابة الأحرف شلون، كل حرف شلون، الكلمة الأبو، الكلمات المشهورة المعروفة والرسمات المشهورة المعروفة، وعاد بصير واحد بيعدل على كيفه. هيك عم فكر إن شاء الله. يا ريت تفيدونا بالتعاليق. يعني هذا الكورس بدي اسويه يعني تقريبا ب5 دولارات، حقه 5 دولارات. اللي قريب نعطيه، اللي بعيد نبعث له يا PDF وبياخده بيطبعه. مهتم بهذا الموضوع يحكيني، يحط لي بالتعليقات ان شاء الله قبل ما نبلش. وبالنسبة للرسم ردوا بقولكم اللي عم يحكيني كتير مشان رسمات، انا ما عندي رسمات، بيخلص الدفتر بكب الدفتر، رسمات ما عندي. حتى هاي الرسمة مثلا ترجع لك، انا هلا مثلا بجوز هلا اكتب اسم معين، هون لسه ما بين معي شو بدي اكتب الاسماء. بجوز بعد ما سويت الاسماء وشكيتها اجاني زي ما بده يسوي واحدة مثل حكايتها، بس غير الاسماء بالمحاي انا بمحي الاسماء، برد بكتب غيرهم. مرتين 3 ما عاد تحسن تشتغل عليها. فلذلك انا بهي القصة بالذات شغلة الرسمات ما عندي كورس للرسمات. وهلا انا رح ان شاء الله في مشروع انه اشتغل فيهم، لا نشوف بالردود بالتعليقات ببين معنا. وبالنسبة مسطرة، بالنسبة هلا بس ارسم عملية الضم من فوق لتحت، من اليمين لليسار، عملية الضم، ضم الخرز بالخيط. حط مسطرة انا هيك، تبلش من فوق لتحت. حطيت المسطرة هيك أول شي بضم الدناديش هدلول. هون عنا 1 2 3 4 5 6 7 دناديش، 3 خرزات هون. يا بحسن حطهم قطف فاضية يعني ما احط شي، اما مش عم تخربط بحسن تحط 3 خرزات. نفس الشي هدلول دناديش، رد هدلول دناديش، 3 خرزات فاضية، هدلول دناديش، هدلول دناديش، 3 خرزات فاضية. خلصنا هذا الطرف، نزلنا لتحت راس الدور، 3 دناديش، راس الدور، دندوشة، راس الدور، هيك للأخير لوصل لهي النقطة. بالنسج ببلش النسج من هي النقطة وبطلوع هيك للي بعدها، هيك للي بعدها، بعكس عملية الضم عملية النسج. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. وهلا التصوير أنا عم صور كمان، قولوا لي شو وضع التصوير. هلا غيرت الستاند التصوير وغيرت الجوال مشان تكون الصور واضحة. يا ريت تفيدونا، واللي أول مرة بيشوفنا يا ريت مشان يدعمنا نستمر يكتب لنا، يشترك بالقناة، يفعل زر الجرس حتى يصلوا مقاطع جديدة. نحن كنا لأنه متوقفين فترة، ودعمكم يهمنا، يعني القناة تكبر بالمشتركين اللي فيها. وحياكم الله والله يعطيكم العافية. وأي استفسار، حدا عنده استفسار على حيالله شي يحاكيني على ماسنجر الفيس، الرابط موجود بلمحة القناة، رابط الفيس. وإيام أنا من جديد رح أصير أفتح لكم على التيك توك مباشر، فاللي بده يسأل سؤال على التيك توك مباشر يكون مجهز ورقته وخرزاته واللي عم يشتغل فيهم، مشان يطلع معي مثلا فيديو
شوف انا شو عم يشتغل وين الغلط تبعه. كمان اللي عنده اسئلة او هيك على التيك توك، بس تصيروا مثلا 10 15 واحد بنعمل لهم بس ان شاء الله، وبركي ان شاء الله بيستفيدوا. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم.